البداية أنا كنت موظف في شركة، كنت أطبع عربية كبدة في وش المحل. كنت بنسافر بنجيب بضاعة ونيجي، تعبت في حياتي، والوحيد اللي أكل اسكندرية كلها رغيف كبدة بتلو أو رغيف كبدة ضاني العبد لله. الأمانة والثقة. أنا كنت عايز أغش، كنت غشيت من زمان، وكنت زمان يبقى عندي ملايين، بس التقوى تنفع الذرية. أنا راجل عصامي، أنا عايش بطبيعتي، إن أنا أعرف أغش وأنا أعرف أدل وأنا أعرف أنافق. بعدين أنا بنعمل رغيف الكبدة زي الكيلو، زي ال2 كيلو، زي ال10 كيلو، زي أي حاجة، مش بنجهز شغل لحد يجي يطلب. أنا الرغيف والزبون وهو واقف طلب رغيف بيتقطع له ويتحط له في الحلة. أنا اتعرض عليا كتير، اتعرض عليا في كارفور، اتعرض عليا في مارينا، واتعرض عليا في التجمع الخامس، اتعرض عليا في حي 90 في السعودية، في الإمارات، كله اتعرض عليا. لو أنا رحت أي أماكن تانية المحل هيسقط. الطلوع للقمة سهل، لما ثبت عليه هو اللي أنا فيه ده. كان بيجي الله يرحمه حسن مصطفى ورانيا فريد شوقي وعلاء ولي الدين، شريف منير، صافي نار، محمد فؤاد، وهاني شاكر، مصطفى كامل. دعولي وعايزيني في اي مكان فيهم اللي هم قاعدين فيه، عايزين نفتح هناك. بننصح كل شاب الايام مش هتدوم، اعمل في صحتك على حياة عينك، عايز تبقى حاجة.